الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. طبعا احب انوه حاجه مهمه جدا قبل ما اخش في الموضوع بتاعنا، ان انا ليس لي اي علاقه بالاعلان اللي كان شغال دلوقتي، انا ما اعرفوش. ده هو كده عشان انت عارف القناه، اساس اي قناه الفلوس تجمع فلوس. هم دلوقتي السياسه ان هم يعملوا الاعلان في وسط الحلقه بتاعتي. انا لا اعرف هذا الاعلان اقسم بالله، ولا يعني فوجئت به تماما. انا ظنيت ان انا لخبطت في حد اتصل من القيادات وكده، ويعني وهيعتقلوني دلوقتي، فهم قالوا لي فاصل، فانا لهذا السبب خدت الفاصل. اما انا يعني ليس لي اي شيء يعني شأن بهذا الاعلان تماما، عشان تبقى فاهمه يعني. ناخد اول اتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فيكم. استاذ ايمان، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الو. السلام عليكم يا فندم. ايوه، ازي حضرتك يا شيخ حسن؟ الله يكرمك يا اخبار فندم. حضرتك ايه؟ والله الحمد لله في نعمه، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم. انا كنت عايزه اسال حضرتك في حاجه. اتفضل يا انا فندم. والدتي عندها حاجه اسمها تحلل في مركز الابصار. السن كام سنه؟ اسمها ايه؟ والدتي عندها تحلل في مركز الابصار. تمام. وعندها حوالي 63 سنه. ربنا يحفظها يا رب. ربنا يديك الصحه ان شاء تمام. الله. اللهم يفيد معاها الحجامه؟ سنها كام سنه؟ 63 سنه. هرد على حضرتك ان شاء الله بعد ما اخلص. خلاص ان شاء الله كده. نرجع لموضوعنا ثاني. انا قلت يا جماعه ان انا ماليش دعوه باي اعلانات خالص، يعني حتى ناخد اتصال الاول. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبركاته الشيخ حسن. ربنا استاذ محمد، السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. محمد معاك يا شيخ. ربنا يحفظك محمد محمد. وعكر. بتاع ايه؟ محمد عبد الحميد وعكر لبزيه. يا مرحبا، ربنا يحفظكم ويبارك يا فيكم. مرحبا بيك، ربنا يبارك فيك يا شيخ. ربنا يكرمك يا اخي الحبيب يا رب. نسألك انك تدعي على الوالد ان شاء الله. اسال الله ان يشفي والدك يا رب، اللهم امين وعافيه، اللهم امين رب العالمين. امين يا رب وان العالمين. يتم نعمته عليه، اللهم امين رب العالمين. نرجع لموضوعنا ثاني في عجاله عشان الوقت. قلت ثاني وبكرر، انا ماليش دعوه باي اعلانات خالص. الناس في اطباء كتير نزلت اعلانات على يعني منشورات عليها اسم، انا ماليش دعوه بيها خالص، يعني هيتم مقاضاتهم ان شاء الله عز وجل. وحتى لسه محذر دلوقتي اول تحذير، قلت تحذير استغل بعض الناس اسمي في كتابته على بعض المنتجات، وانا بريء منه براءه الذئب من دم يعقوب. الموضوع منتهي. طبعا احنا قلنا ان العطار يتقي الله عز وجل. انا حصل معايا قصه كده، كان في اتصل اخ بيا من يعني اخ من الاخوه الكبار ربنا يحفظه يا رب، قال لي حقني يا شيخنا والله الوضع كذا كذا، فانا وصفت له يعني امره وراح للعطار. فلما راح للعطار فبقول له لو سمحت عاوز كذا، قال له مين الحمار ابن الحمار قال لك كده؟ فانا رحت للعطار ده بعد كده يعني اساله على الحاجه دي، فقال لي برضه ثاني تيجي تسالني على الموضوع دوت. فقلت له الحاجه اهي اللي انت بتسالني عليها هي دي. قال لي فسبحان الله يعني ده انت مش عارف، ما اعرفش، سبحان الله العظيم. طبعا في برضه قنوات ثانيه ظهرت دلوقتي، من اعجب الحاجات اللي انا سمعتها يعني او شفتها الايام اللي فاتت، ان في قناه بتعلن عن زيت وميه مكتوب عليهم في القران. الدكتور عبده، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا مولانا؟ سيدي ودكتوري وشيخي الاستاذ الدكتور عبده مبروك الشافعي، كيف حالك؟ يا بيه الله يخليك، ربنا يكرمك. نورت قناه الصحه والجمال وانرت قلبي واسعدتني وشرفتني. يا بيه ربنا يخليك. انت كيف حالك يا دكتور؟ ويعني يعني اشواق لايام قناه الناس لما كنا مع بعض بنعمل برنامج طيب. ربنا يحفظك يا دكتور. ربنا يخليك. انت استاذنا والناس المحترمه جدا يا دكتور عبده. طبعا الاستاذ الدكتور عبده مبروك الشافعي استاذ الجهاز الهضمي والكبد بكليه بجامعه الازهر، ربنا رب يحفظه، ومن الناس التي لها دور طيب جدا في احياء سنه النبي عليه الصلاه والسلام. فانا بقى يعني هستغل فرصه ان يعني تشريفي باتصالك يا دكتور عبده، وهسال حضرتك سؤال يعني هو خاص بالموضوع ده النهارده، وهو يا دكتور عبده هل ما فائده العسل بالنسبه لعلاج او الوقايه من سرطان الكبد؟ والله بص يا فضيلة الشيخ، يعني انا اشكرك على الكلام الطيب اللي انت قلته. ربنا يكرمك يا دكتور. وربنا يجازيك دايما خير. الله اكبر، ربنا يبارك فيك. ربنا يخليك. احنا تلاميذ فضيلتك يا دكتور. اهل فضل واهل علم، ربنا سبحانه وتعالى يزيدك علم وبركه. ربنا يبارك فيك. نحن تلاميذ فضيلتك يا دكتور. الله يكرمك. ربنا يكرمك يا دكتور ويحفظك. الفوائد الطبيه لعسل النحل كتيره جدا، يعني هنا. مش هقولها بس بالنسبه للوقايه من السرطان. نعم. يعني حاجات كتيره جدا جدا الحقيقه. نعم. يعني احنا لو شفنا اللي هو علاقته بجهاز المناعه، فنلاقوه يعني احد الحاجات الاساسيه في تقوير جهاز المناعه. الله اكبر. لو انت شفته بالنسبه للخلايا وتجديد الخلايا في الجسم كلها، يعني حتى خلايا الشعر بيقال اللي هي كمان بتتجدد الله عن اكبر. طريق العسل النحل. الله اكبر. الله اكبر. الجلد كذلك، كل الاعضاء يعني يعتبر كمطهر ومجدد الخلايا لكل اجزاء الجسم تقريبا. الله اكبر. كمان بيقاوم حاجات مهمه قوي زي البكتيريا وزي الفيروسات، ولذلك دايما تلاقيه مفيد جدا في الناس اللي عندهم نزلات البرد والنزلات الشعبيه. الله اكبر. وقرح الفراش وقرح الله الجلد. اكبر. الله اكبر. الحقيقه ليه كمان فوائد كبيره جدا بالنسبه لتصلب الشرايين.
اي نعم. بيحمي من زياده دهون الدم اللي هي بتؤدي لتصلب الشرايين. الله اكبر الله اكبر. كذلك برضو يعتبر من العلاج المفيد جدا بالنسبه لعلاج الروماتيزم. اي نعم. علاج قرحه المعده. الله اكبر. الكبد عموما محتاج سكريات، لان النوع السكريات الموجود في دكتور الله يكرمك، يعني سرطان الكبد انتشر جدا، فريد تركز لي على موضوع يعني ايه نقول العسل والكبد. الله يكرمك يا دكتور. الله يكرمك. الحقيقه طبعا انت عارف سرطان الكبد اصبح دلوقتي شائع باسباب انتشار الفيروسات، فيروس الكبد بي وسي بالذات. اي نعم. وكمان يا دكتور الناس عرضه للنصابين بتوع الاعشاب اللي بيجوا على الهواء ويعملوا اعلانات والناس بيستنزفوا اموال الناس بالباطل يعني. اي نعم. لا طبعا انا ضد هذه الفكره تماما، يعني نعم. اي علاج غير مصرح به بوزاره الصحه لا يجب ان يكون مقنن يعني. لابد ان يكون مقنن، ولابد ان يكون في اطار اهل العلم يكونوا يعني اتفقوا على ذلك واتى بنتيجه طيبه. يعني احنا بنشوف النهارده ان كل القنوات النهارده عشابين في عشابين، والناس اصلا مش فاهمه هو دبلوم صنايعي ولا اخر حلاق ولا حاجه. وما شاء الله يعني ربنا يبارك فيهم يا رب. والله طيب نرجع لموضوعنا يا دكتور، الكبد والعسل. الله يبارك فيك. دي مسؤوليه جامده جدا على الناس اللي هم بيتكلموا الكلام دهوت، لان طبعا كل واحد يتكلم كلام هيحاسب عليه امام الله عز وجل في الاول وفي الاخر. اذا ما كانش في الدنيا هيكون في الاخره. اي نعم. الحقيقه طبعا بالنسبه لسرطان الكبد والعسل النحل مهم جدا في الوقايه، لان بقول لحضرتك بيقوي جهاز المناعه. اي نعم. ويحسن ويجدد خلايا الكبد. الله اكبر. ودي حاجه في غايه الاهميه. وفي حاجه يا دكتور كمان ان السكر، ان العسل النحل الصافي مهما يتاخد بكميه كبيره ما بيرفعش السكر، يعني دي حاجه مهمه جدا بالنسبه للناس لازم تبقى فاهماها يعني. هو يعني في حدود يعني 10 جرام في اليوم بالنسبه عندهم سكر بالذات. اي نعم. يعني قول مثلا معلقتين كبار. طب قلنا يا دكتور دلوقتي لو نسبه السكروز في العسل من 1.2 من 10 ل 1.9 من 10، وده اللي مصرح بيه عالميا على مستوى العالم كله، ان نسبه السكروز في العسل المفروض ان هي لا تقل عن 1.2 من 10 الى 1.9 من 10. انا شايف يعني انا استخدمت بعض المرضى اللي كان عندهم كبد وسكر ما شاء الله جاب نتيجه كويسه جدا، ولكن برضه الغش اصبح في العسل للاسف برضه الان. دي اللي انا هقول حضرتك عليها، العسل النحل النقي اللي هو يعني اللي ربنا سبحانه وتعالى جعله فيه شفاء للناس. اي نعم بالظبط، هو ده العسل اللي احنا بنقول عليه. لكن العسل طبعا اللي فيه غش تجاري او فيه، هو دلوقتي يا دكتور يعني في عسل بطاطس مقليه، وفي عسل بطاطس مسلوقه، وفي عسل بتنجان مسلوق، وعسل ملوخيه، فما شاء الله يعني في انواع كتير جدا، فده فرصه برضه للفقراء ان هم ياخدوا ان شاء الله. والله بص، هو العسل النقي ما منوش ضرر خالص، بل هو مفيد لكل اجزاء الجسم. بقول لحضرتك بيحمي تماما من سرطان الجسم كله بما فيهم الكبد. يعني اتصال حضرتك يا دكتور اسعد قلبي وفؤادي، وادخل على قلبي السرور والبهجه، فاسال الله ان يجمعني واياك مع النبي المصطفى صاحب الشفاعه، اللهم امين، ونثبتنا لك على الحق، وجزاكم الله خيرا يا دكتور. وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم.